وسوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. نصر أكتوبر 73 حكاية شعب. أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت بعد أن حققت القوات المسلحة أول نصر حقيقي للعرب. نصر أكتوبر 73 حكاية شعب. عام 67 لما تعرضنا للنكسة الشعب خرج شايل العلم وقرر عدم استسلام، وعلى الرغم من ان التحديات كانت كبيرة انتصارنا كان اعظم. واللي يشوفنا واحنا احرار واقوياء يعرف ان ده ما حصلش بطريقه سهله، لا ده دم كتير سال عشان الرمز ده يفضل مرفوع. ولنا في نصر أكتوبر العظيم درس مهم من دروس التاريخ: إن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا. نصر أكتوبر 73 حكاية شعب. في يوم العبور أطلقنا الأمل من جديد. صرخة الأبطال تصدح في كل المدى البعيد. خلف أسوار العزة سطروا التاريخ بدمائهم. يعيد المجد بقلوب مليئة بكرامتهم. إنكم عاهدتم وكنتم الأوفياء للعهد، وصادقتم وكنتم أشرف الأصدقاء، وقاتلتم وكنتم أشجع المقاتلين. نصر أكتوبر 73 حكاية شعب. مصر ياما شافت وياما عدى عليها وبترجع تاني تقوم من جديد. يوم 5 أكتوبر سنة 1973 ما كانش حد في العالم يصدق إن المصريين هيوصلوا للنقطة دي. في حرب 73 الحماسة كانت تشتعل على الجبهة، والأهالي في البيوت وفي الشوارع وعلى القهاوي كلهم كانوا في حالة ترقب. وينتصر جيش مصر وينتصر شعب مصر. فجر للعرب الأحرار بعد ظلام طويل دامس. الأرض لأصحابها والخير كل الخير لمن يزرع الخير ويرعى القيم ويحفظ الوفاء. نصر أكتوبر 73 حكاية شعب.